اهلا بيكم. بص، يعني لو عندك الماني لغة تانية، اولى ثانوي او تانية ثانوي او تالتة اعدادي، فاتفرج على الفيديو ده عشان في حاجات، شوية معلومات هقولها. تمام، هنمشي عليها. انك مش هتحتاج تروح دروس، مش هتحتاج تروح تحضر معسكرات، مش هتحتاج تقعد تلف على نفسك. طبعا المادة لازم تنجح فيها. اديك شفت السنة اللي فاتت ناس نفضتها فسقطت. لا، فانت تابعني عشان تنجح ان شاء الله وتجيب درجة عالية كمان. خليك معايا في البث كله ماشي. هو احنا طبعا المفروض كنت اطلع امبارح الساعة 9 او 9 ونص. ما حصلش. والبث شغال طبعا. معلش بقى اللي حصل امبارح ان ما طلعتش بس الحمد لله دلوقتي الناس نايمة، مفيش حد خالص. طب بص بقى، يعني انا دلوقتي هتكلم عن الالماني. آه، اولى ثانوي، تانية ثانوي، تالتة اعدادي. هشرح لهم الماني ان شاء الله. انتوا عندكم وحدتين، درسين وحدتين، بس هما وحدتين بس الفكرة يعني ان هما فيهم دروس كتيرة. تمام، مش كتيرة أوي، ما تتخضش. فوحدة ايا كان المسمى يعني مش هيفرق معانا في حاجة. فهقول لك على نظام اثناء انا هشرح لك الوحدة كاملة. تمام، المقدمة اسمعها عشان تمشي على اساسها. يعني بلاش الشغل اللي انت تمشي وخلاص كده تخش تبصمج الحاجة ولا انت. لا، امشي على اساس ما انا هقول لك. هعمل لك مقدمة بتبقى في اول الفيديو، يا ريت تسمعها. بعمل مقدمة في الانجليزي، بعمل لك مقدمة في الالماني. اسمعها واسمع الكلام اللي هقول لك عليه. هتنجح وتجيب درجة عالية كمان في الالماني، وهتخش الامتحان حاطط رجل على رجل. كمان في حاجة هعملها في الالماني ما عملتهاش في الانجليزي، انها حل. انا لحد دلوقتي ما حلتش في الانجليزي تقريبا. يعني بنزل شرح بس، نظرا ان الحل بياخد وقت. بس ان شاء الله هعوضهم الفترة الجاية. نحل امتحان ولا حاجة، نحل على الحاجات اللي هم مش عارفينها، زي الباراجراف، زي الترجمة. ده أكتر أسئلة طبعا تقصدهم. والقطعة هنحل مع بعضنا، نقرأ شوية ونحل القطعة. ده الإنجليزي. خلينا النهاردة في الألماني. بص بقى، اللي أنا عايز أقوله لك في الألماني دلوقتي. آه، بص أقول لك إيه. الالماني طبعا انت ما درستش الماني خالص، سواء انت اولى اعدادي ثانوي او تانية ثانوي او تالتة اعدادي. لو انت تالتة اعدادي فانت واخد في اولى اعدادي وتانية اعدادي. لو انت اولى ثانوي فجديد بالنسبه لك. لو تانية ثانوي فانت معاك من سنه اولى ومنفض. الفكره ما فيها انك اولى ثانوي وتانية ثانوي غالبا ما تعرفش حاجه في الالماني، غالبا ما بتعرفش تقرا الماني، غالبا ما تعرفش حتى الضماير. انا، انت، هو. مش عارف، ما تعرفش تقول مثلا انا بشرب، هو مش عارف رايح فين. انت جاي منين يا ابني، انت اسمك ايه. ممكن تكون ما تعرفش تقول الحاجات دي. الحاجات دي هقولها لك في اثناء الشرح، بدايه في الشرح طبعا. تمام. هم اولى ثانوي عندهم، تانية ثانوي يعني هديلكم عليها بسرعه كده في الاول، هقولها لكم وبكتبوها ورايا. فانت غالبا ما تعرفش. هنيجي لنقطه انك ما تعرفش تقرا. تمام. انا دلوقتي مثلا هقرا معاك كلمه، او هقرا معاك، هشرح لك بطريقه عاديه، يعني مش بسرعه، بطريقه عاديه. تمام، بشرح لك عادي. ممكن تلاقيني بقرا الكلمه بصوت معين. تمام. اجي مثلا ان قراتها بسرعه، ان قراتها في جمله، هتلاقيها مثلا ممكن تلاقيها بصوت تاني. الفكره ما فيها ان ايه، الكلمه بقى لها صوت. يعني انت كشخص لسه بتتعلم مثلا اللغه، بس انا دلوقتي مش هقول لك اتعلم لغه، مش هقول لك مثلا روح افتح الصوتيات. انا كنت عامل فيديو قديم يجي من سنتين مثلا ولا سنتين، اول ما عملت قناه اليوتيوب. هتلاقي عندك رابع او خامس فيديو. مش يعني تمام، بس مش هقول لك روح له دلوقتي ان خلاص عندك امتحانات، مش وقت انك تتعلم لغه وتقرا بشكل كويس. تمام، اقرا الماني زي ما تقرا، واهم حاجه تحله دلوقتي. تمام. ما بحبش اقول الجمله دي حلوه وخلاص، والله ما بحب اقولها خالص، حرام يعني. مش ده اللي انا كنت عامله مع العيال السنه اللي فاتت. بس الفكره وما فيها، ان خلاص مفيش وقت اقول لك ايه اقرا دي بصوت كذا، اقرا دي بصوت كذا. لا، انت كالماني ما درستش قبل كده، مش جاي تتعلم دلوقتي قراءه الالماني بشكل صحيح. تمام. انت حاول تحل وانجح ان شاء الله وتجيب درجه عاليه كمان. ما تركزش على الصوت. تمام. يعني لو لقيتني مثلا بقرا كلمه بصوت معين وبعد كده قراتها بصوت معين، الفكره ما فيها انك انت كمبتدئ، او بشرح لك بالراحه يعني، الكلمه بقولها لك بصوت معين عشان تبقى واضحه قدامك. تمام، وما تقولش هي جت ازاي. غير الواحد هو بيتكلم بسرعه، ده هتلاقيه بيقرا الكلمه بسرعه كده. مثال، مثلا، يا رب تكون واضحه. مثلا حاجه زي دي، هي مكتوب الشقلوب قدام
يعني مكتوب المشقلب ظهر قدام المشقلب، حاجه زي ديت اللي هي فيع. تمام، معناها احنا يعني بالالماني، ده حاجه اول حاجه تاخدها في الالماني، ضمير معناها احنا. تمام. دي في الاول خالص، اول ما بتتعلم لغه بيتقال لك ايه؟ ديتي اسمها فير. 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 تمام. بعد كده شويه هتسمعها بيتقال لك فيع. فيع. تمام. انما الالمان لما بيجوا يتكلموا بسرعه بينطقوا في. في يعني حرف الاغ اللي في الاخر ده ما بيتنطقش. تمام. فتبقى في. حاجه كمان، الضمير اللي قدامك ده اسمه ايع. ايع هو الظاهر قدامك بالمتشقلب، فانت ممكن تكون عارفه اسمه ايع. بص، في الاول بنقوله اير. اير. تمام. لشخص مثلا لسه بادئ بالتعلم، اير. طبعا حرف الهاء اللي هو اللي في النص ده ما بيتنطقش لان هو قبله متحرك وبعد ساكن. ما علينا، في حاجه في الصوتيات كده يعني. تمام. بنقول اير، بعد كده اير. اير. بعد كده نقول له ايع. ايع. تمام. واحده واحده يعني نخش. الالمان هم بينطقوا بسرعه وبيكرهوا بيقولوا اي. اي يعني بينطق اول حرف بس. قشطه. زي جوتن مورجن، احنا بنقول ايه؟ جوتن مورجن في الاول، انما الالمان بينطقوها جوتن مورجن. قشطه. فانت لو لقيتني مثلا بقرا معاك حاجه بسيطه، حاجه بصوت واطي، قلت لك مثلا فير. تمام. وجيت بعد كده لقيتني مثلا بقول مثال او بقرا بسرعه بقول في. تمام. فما تستغربش تقول ايه دي، هو نطق دي من شويه كذا ونطق دي من شويه كذا. تمام. الفكره في اني بنطق معاك بالراحه، اني هنطق معاك بالراحه. ممكن انا بقول يعني ممكن حاجه دي تحصل، فما تقعدش تقول ايه هو نطق دي كذا ازاي ونطق دي كذا ازاي. انت ما تركزش على النطق دلوقتي، لكن انت خلاص مزنوق في الامتحانات. طب نتكلم على اللي هيحصل بقى. انا كده كلمتك في جزئيه الصوتيات عشان ما يحصلش لخبطه بيني وبينك. بالنسبه بقى اولى ثانوي، تانية ثانوي، تالتة اعدادي، هشرح لهم المنهج طبعا ان شاء الله انزله لك. انتوا عندكم اولى ثانوي وتالتة اعدادي عندهم وحدتين او درسين يعني. تمام. تانية ثانوي عندكم وحدتين ونص، لان كنتوا المنهج بتاعكم 5 وحدات، هتاخدوا السنه دي وحدتين ونص، الترم دي السنه وحدتين ونص، والترم التاني وحدتين ونص. تمام. فانتوا هتاخدوا وحدتين ونص. اولى ثانوي الوحده الاولى بتتكلم عن صباح الخير يا مصر. عرف نفسك اسمك ايه، حاجه سهله خالص. تمام. الوحده الاولى برضو في تانية ثانوي بتتكلم عن يومي، بعنوان الوحده بعنوان يومي. بتعمل ايه في يومك؟ بتصحى الساعه كام؟ بتفطر، بتاكل، بتشرب. ايام الاسبوع ايه؟ قلنا كده اسمها الشهور، قلنا كده الساعه كام اصلا. دي حاجات سهله خالص. تمام. فالوحده الاولى بالنسبه لك اولى ثانوي وثانيه ثانوي حاجه سهله خالص. طب تالتة اعدادي كان اسمها، ايوه كان اسمها اللي هو اللي هو بكره وبكره تبقى نوسه زي ابتسام وحماسه زي سعيد. الوحده الاولى عندكم بعنوان تالتة اعدادي ان الايام النهارده شبه امبارح، وامبارح هيبقى شبه بكره وادينا عايشين. تمام. ما اشبه الليله بالبارحه، دي عنوان الوحده عندكم على طاقه فيدا. تمام. واحدة سهلة برضو على فكرة، يعني هتاخد فيها الساعة. اشرح لك ازاي تقول الساعة كام وتسأل الساعة كام وتجاوب الساعة كام، حد قال لك الساعة كام تجاوب. دي عنوان الوحدة عندكم. هنزل لكم ازاي بقى؟ اول هنزل لكم الفيديو فيه الوحدة كاملة، يعني مثلا الوحدة الفيديو فيه الوحدة الأولى كلها، سواء تالتة إعدادي أولى ثانوي تانية ثانوي، في الوحدة الأولى كلها. كمان هنحل على كل نقطة. ما تقولش اللي بتوع الإنجليزي لأن أنا ما حلتش معاهم حاجة لحد دلوقتي، هم عمالين يصيحوا في موضوع الحل. يعني أنا بشرح بس، فهم يعني مش عارفين يحلوا خالص، يعني لحد دلوقتي ما حلتش معاهم حاجه بسبب يعني ان انا مزنوق في التصوير يعني. بس انت بتبقى الماني انا هحل معاكم، لانه ما ينفعش. انتوا لسه يعتبر الماني بالنسبه لكم جديد، اولى ثانوي او ثانيه ثانوي يعتبر بالنسبه لكم جديد، غير بتوع سنه ثالثه بتوع اللغات مثلا او الخاصه، لا دول معاهم الالماني من اولى اعدادي وثانيه اعدادي. وعلى الاقل ممكن يكونوا بيهتموا بالالماني شويه عنكم. احنا طبعا غير مضاف فقشطه، يعني اللي هو حاجه هنشوفها ليالي الامتحان او من دلوقتي. فانت من دلوقتي الله يبارك لك، انت المفروض اصلا اول شهر 12 وانا كنت ابدا اول شهر 12، بس يعني كان عندي شغل انجليزي. فقشطه لسه في ميعاد معاك يجي بتاع 20 يوم 25 يوم على الامتحانات لسه. تمام. لا فانت، وهقول لك تذاكر ازاي، هقول لك انت محتاج تذاكر قد ايه كل يوم، او يعني ايام معينه وايام معينه، كل ده في المقدمه بتاعت الفيديوهات وفي الشرح برضو. تمام. المقدمه الله يبارك لكم تسمعوها، مقدمه الفيديو تسمعوها، يعني بقول لك فيها كل حاجه، نظام تمشي عليه.
ونظام مريح، مش بتعبك ولا بجلدك ولا بقول لك اقعد بال 20 ساعه كده، ما فيش الكلام ده. ولا ذاكر كل يوم لا، ما فيش الكلام ده. انا مظبط لك الدنيا. انا قبل اي حاجه اقولها لك بظبط لك الدنيا في المقدمه، فانت اسمعها وبلاش ايه تمشي بدماغك اللي موداك في ده ديت، عشان ما تشيلش. في ناس شالت السنه اللي فاتت اولى وتانية وبتوع سنه تالتة، الجمهوريه كلها شالت لغه تانية عامه، مش الماني بس، لغه تانية. ليه؟ لان تم الغائها من المجموع، بقت مهمشه، وكله دخل بقى. بص، في ناس حضرت مراجعات نهائيه مع المدرسين وبرضه سقطوا. يعني مراجعات نهائيه يقول لك ايه، عايز اخر 5 ايام من الامتحانات، عايز جه في اخر شهر تقريبا شهر 6 وشهر 5، وما لحقش يلم المنهج. منهج ثالثه ثانوي الماني اللي انا شفته عن الماني، على مش الالماني بس، الماني وفرنساوي واسباني، بص كله، مش بخصص حاجه معينه، كله سقط، كله شال. وفي ناس نجحت اللي نجح بدرجات رأفة، بجد والله العظيم نجح. بتبص يعني كان ناقص له درجتين 3 4، يلا خليه ينجح وخلاص. بصوا على اللي لسه ما عرفوش ينجحوه، بتاع 200,000 170,000، مش فاكر الرقم كام، 125، لا كتير كتير. تمام. فانت المقدمه تسمعها، هنزل لك الفيديو واحده كامله، تمام، اولى سنه وثانيه سنه وثالثه اعدادي، وهحل عليها. يعني كل جزئيه هتلاقيني بحل عليها، هتلاقيني بحط لك فيديوهات، خرايط، حاجات تسهل عليك الدنيا، يعني زي ما بعمل كده مع الانجليزي. وهتلاقيني كل جزئيه بحل عليها، تمام. وما تخافش، مفيش حاجه صعبه. الناس اللي بتخاف تحل، لا بص، في الانجليزي ما حلتش معاك، لا في الالماني احل معاك. فما تخافش من اي حاجه خالص، تمام. اسمع كلامي ومالكش دعوه، بلاش تمشي ورا دماغك اللي مسوحاك، بلاش تمشي ورا دماغ افكار صحابك اللي ما يعرفوش حاجه زي حالتك، او يعني تايهين، مش بقلل من حد، تايهين، تمام. خدها مني اخويا، واسمع المقدمه كويس، وكل حاجه اقول لك عليها اسمع كلامي ومالكش دعوه. فانت من دلوقتي لازم تدوس في اللغه التانية، ايا كان هي عندك ايه، الماني او فرنساوي او حاجه تانية. لازم تدوس في المواد الغير مضافه، ابدا فيها. وتقريبا عندك مواد تانية غير مضافه، فانت ابدا فيها. لا لازم تبدا من دلوقتي، ما تجيش للامتحانات بص على اللي قبلك ناس سقطت كتير، مفيش ده تبقى واحد منهم. يبقى هما مخلصين السنه ناجحين ومبسوطين، ويبصوا على السنه اللي بعديها وانت الله اكبر عليك تبقى شايل ملحق، تقعد تلف حوالين نفسك بقى في الملاحق، بقى تقعد تلف حوالين نفسك، تروح لدي تحضر لدي، دي مش عارف اديني ورقه، تعالى انصحني، شوف لي ملزمه، تمام. هتدوس نفسك سنه معلوم بقى لربنا. هتخش السنه الجايه، زميلك اللي ناجح هيخش السنه الجايه مرتاح ودماغه رايقه، لعب في الاجازه بقى، ضيع وقت، نام براحه، انت تقعد تلف عن نفسك، تمام. فهتبدا السنه الجديده مدهول ومبهدل، تمام. هشرح لك الوحده كامله في الفيديو، هحل عليك فيها كل جزئيه من القاعده، هحل عليك فيها الكلمات، هحل معاك فيها، هحل عليك ايه، هحل على كل جزء قاعده، هحل على كل جزء، احل على كل جزء احل على كل قاعده جزء من الاسئله، احل على الكلمات، هنحل قطعه في الالماني على كل وحده. يعني الوحده الاولى بتتكلم عن كذا، الوحده الثانيه بتتكلم عن كذا، هحل عليك هنا قطعه ولا حاجه، وهنا مثلا قطعه ولا حاجه. وسؤال المواقف هعرفك يعني مواقف اصلا اللي عمالين تلفوا عن نفسكم يا جماعه. موقف واتحطيت فيه. دلوقتي انت مثلا زرت واحد عيان، هيقول لك في السؤال مثلا انت دلوقتي زرت واحد عيان وقعد معاه، هتقول له ايه؟ هيجيب لك اختيارات، هتقول له ايه؟ هتقول له كل سنه طيب، ازاي الصحه، عامل ايه، قوم سلم علينا لو رجليه وجعانه. تمام. موقف هتتحط فيه، نسأل المواقف باينه من اسمها يعني، تمام. مش محتاجه خالص يا رجاله، يعني انتوا كرجاله الرجوله ايه، مش محتاجه خالص والله. هحل معاك، هشرح لك وهحل لك، فانت ان شاء الله باذنك يا رب يعني بدون مقطع، لو ما حصلش اي حاجه ان شاء الله، ان شاء الله ما يحصلش حاجه، هنزلك الفيديو في شرح وفي حل. يعني خلص الوحده بالطريقه اللي انا اقول لك عليها في المقدمه، تذاكر قد ايه، بطلب منك مذاكره قليله جدا، بس تسمع الفيديو كويس، تمام، تسمع الشرح كويس، اسمع الكلام اللي اقول لك عليه، مش هتحتاج حاجه تانية، شرح وحل. وبعد كده نخلص الوحده الاولى، يبقى نخش على بعض كمان، واعلمك ازاي تحل قطعه، واعلمك ازاي سؤال المواقف، طبعا هشرحه لك وافهمه لك، وهتحل لوحدك كمان. وعندك في الاخر موضوع التعبير بتاعك اللي هو الايميل، كورس ايميل صغير قد كده، ابعت الايميل لصاحبك اللي مسافر مش عارف فين، قول له انت ايه اخبارك، قول له انت اسمك ايه، هو قاعد لك ايميل مثلا بيقول لك انت هتجاوب عليه، حاجه مش مستاهله خالص يعني. انتوا كاولى ثانوي مش مستاهله، تانية ثانوي مش مستاهله، تالتة اعدادي الدنيا حلوه،
تمام. انت عندك مرة خفاف خالص. بس معلش بقى لو عملت البث المفروض كنت اعمله امبارح بالليل فما اتعملش. ومش عارف، مش هينفع اقول السبب بصراحة، يعني مش هينفع اقول اني نمت بس. انا نمت قبل البث مباشرة والله العظيم. بس يلا نهاركم سعيد. لو عندك اي حد الماني، لو انت مش الماني ممكن تعمله منشن. ما تنسوش تعملوا لايك عشان الفيديو حتى يظهر شويه ويتنشط. الصفحه بتاعتي من ده ولا خالص واقعه. متنساش تعمل لايك. لو عندك اي حد الماني ممكن تعمله منشن. حابب تشير الفيديو تشيره. تمام. والفتره الجايه مش عايزك تزهق. ليه؟ لان صحيح اخر سؤال قبل ما اجاوب عليه. صحيح يا جماعه، في وقت النهارده كام في الشهر؟ لا ده التليفون قدامي اهو. 9 تقريبا، 10 في الشهر تقريبا، النهارده 10 صح؟ في وقت لو انت مش عارف اي حاجه في المنهج، الماني، انجليزي، مش عارف رياضه، عربي، المواد التانية دي كلها علوم، انت قادر تلم كامتحانات ترم اول مش بتوع تالتة ثانوي. يعني تالتة ثانوي لسه عندهم بدري وقت كتير. انا بتكلم عليه اللي هيمتحنوا الترم الاول. عندكم وقت من النهارده لحد مثلا يوم امتحاناتكم مش عارف جايه يوم 7 يوم 10. يعني معاك شهر، قول معاك 20 يوم، 20 25 يوم. والله انت قادر تلم المنهج بتاعك وقادر تنجح صافي وتجيب درجه كويسه كمان. تمام. الانجليزي والالماني، انا في الالماني الانجليزي شرحت فيه يعني تقريبا قربت خلاص، يعني ايه، شرحت 4 وحدات. في الالماني هشرحه لك اهوتي عشان ميبقاش ليك حجه، وهحل معاك الفتره الجايه بالانجليزي. فانت لسه في وقت، وبقيه المواد التانية لسه عندك في وقت. بس وانت بتذاكر حاول تذاكر بفهم، بلاش تحفظ. الحفظ هتنساه. ما هو مش قران. القران هو اللي يتحفظ. يعني مثلا قل هو الله احد، ما ينفع. انا فاهم معنى قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فاهمينها. احنا فاهمين من الصوره ان ربنا لوحده ملوش حد، مش متجوز، مش مخلف. تمام. هو واحد لوحده. تمام. ما ينفعش اقول لك مثلا سمع سوره الاخلاص تقول لي ربنا واحد لوحده ما عندوش اولاد مش متجوز هو لوحده بس. ينفع اقول لك كده؟ ينفع تقول كده؟ ما ينفعش. ما ينفعش تفسر لي معناها وانا اقول لك سمعها لي. ده قران يتقال زي ما هو مكتوب كده بالظبط، زي ما ربنا نزل. تمام. يتحفظ. المنهج بتاعك افهمه يا حبيبي، افهمه. ما ولا حدش قال لك احفظ حاجه. افهم واعمل تلخيص لنفسك، واعمل فسر لنفسك. وكمان يعني حاول تفهم اثناء الشرح بتاعك، اثناء ما انت ماشي مع المدرس. لا افهم، ما تعتمدش على الحفظ. الحفظ كده كده هتنساه، كده كده هتتعب يعني هتتعب. حفظت النهارده حفظت بكره هتتعب. ده القران نفسه بتنساه. المنهج بتاعك بتنساه. لا افهم وهتريح نفسك في حاجات كتير. تمام. فالانجليزي ما اعتمدش عليك في الحفظ، ما قلتلكش احفظ حاجه. الالماني مش هقول لك احفظ حاجه خالص، بس ما تركزش معايا في جزئيه الصوتيات. تمام. ما تركزش معايا فيها دلوقتي. مش هقول لك يعني ايه انطق الكلمه دي كذا، انطق الكلمه دي كذا. مش مطلوب منك صوت دلوقتي، خلاص انت عندك دخلت. مش هنركز في احنا هنركز في منهج. تمام. وهشربه لك ان شاء الله القواعد بالكلمات كمان. تمام. فانت لسه في وقت تلم المنهج بتاعك في المواد كلها عامه. وبطلوا الصياح. تالتة اعداد اكتر سنه بتصيح مش عارف ليه. يلا بقى نهاركم سعيد. بس انا كده قلت لك، اتكلمت عن الالماني، اتكلمت عن الانجليزي هنحل الفتره الجايه. وقلت لك اخر حاجه عايز قلت كان لازم اقولها من بدري، او قلت قبل كده بس واقولها لك تاني واقولها لك كل شويه. لسه في وقت، لسه في وقت. انت معاك وقت. بلاش نخش اكتر في الزنقه اكتر. لا الحق لم المنهج بتاعك. اولى ثانوي، تانية ثانوي، تالتة اعدادي بطلوا الصياح شويه. انتوا منهجكم كله قد كده. وفي اللي بيقول لك عايز نفسي اخش ثانوي واخلص. لا يا حبيبي تخش ثانوي وهتشوف. بجد والله تخش ثانوي وهتشوف. تمام. فانت بطل تصيح بقى من دلوقتي. نهاركم سعيد. ومشروع الجداول يا جماعه، انتوا دماغكم رايقه ليه؟ يعني انا عايز جدول الم بيه مش عارف ايه، عايز جدول الم بيه المنهج، الم بيه ماده معين، الم بيه مش عارف القواعد والجرامر، الم بيه النحو. انهي جدول في العالم هينزل لك من السماء يخليك تلم الدنيا وانت قاعد ما بتذاكرش اصلا؟ انهي جدول بعظمته ينزل عليك الوحي كده في دماغك وانت اصلا ما بتذاكرش؟ ما تذاكر. تبدا بايه؟ ابدا اللي يجي قدامك. بص انت دلوقتي مفيش وقت، انت تقعد تظبط وتقعد تعمل. بص لوش اللي يجي قدامك شوطه. الماده اللي تيجي قدامك ذاكرها. تمام. وحاول تذاكر مادتين في اليوم اكتر حاجه. يعني ما تذاكرش اكتر مادتين في اليوم. مالكش مثلا دراسات
مع تاريخ، مع جغرافيا، مع علوم متكامله، مش عارف، مع عربي، مع انجليزي، مع الماني، وما تذاكرش الماني وانجليزي في يوم واحد، الله يبارك لك. او فرنساوي، ما تذاكرش انجليزي ومعاه لغه ثانيه، ما تذاكرش الاثنين في يوم واحد. بلاش تلخبط نفسك وتدوغ نفسك. وحاول تخلي بين الماده والتانيه، مثلا اذاكر النهارده مثلا انجليزي مثلا وعلوم، مثلا انجليزي في وقت، خلي بينهم فاصل كام ساعه كده فاصله. روق دماغك، اما تيجي تذاكر اركن كل الكتب على جنب، اخفيها. يعني لو انت بتذاكر في نفس الاوضه وكل الكتب قدامك، حط عليها ملايه اخفيها. حطها تحت السرير، حطها في الدرج، حط عليها ملايه اخفيها. خلي الحاجه قدامك بس، الماده معينه بس اللي بتذاكرها. ما تقولش بس انا هرجع ابص على ماده ثانيه بسرعه، بلاش الطريقه دي. بلاش الطريقه دي، هتدوخ نفسك. مش بذاكر انجليزي ارجع ابص مش عارف على العلوم، هرجع ابص على، بلاش الطريقه دي. حاول تخلي ذاكر اكتر حاجه مرتين في اليوم، اكتر حاجه، تمام. وتخلي بينهم فاصل ساعتين 3 مثلا ولا حاجه، فاصل، حد فاصل بينهم، قشطه. دوس في المذاكره اليومين دول. لو انت ما بداتش دوس، والماده اللي هتيجي قدامك بص خش عليها وذاكرها، تمام. ومش شرط انك تمسك الماده من اولها. ان انا مثلا في الفتره الاخيره ودلوقتي قبل الامتحانات همسك الماده من اولها، مش هسيبها غير لما اخلص اخرها. هو ايه اللي مش انت ممكن تخلص اخرها على الامتحانات؟ لا، ذاكر الجزئيه وارجع ماده ثانيه، ذاكر جزئيه، ذاكر جزئيه، ابن طوبه هنا وابن طوبه هنا، ابن طوبه هنا وابن طوبه هنا. وحل كتير، بس وحل كتير، تمام. وما تخافوش من فكره الحل. الناس اللي ما عندهاش جرأة في الحل، لا يا حبيبي، حل غلط، حل غلط. معاك مدرس هيصحح لك. حل انت وصاحبك، اقعدوا مع بعضكم، ذاكروا شويه مع بعضكم وحلوا، تمام. واشوف حد يعني بيذاكر يعني وشاطر شويه. بلاش انت وصاحبك ماشيين مع بعضكم اول الترم ومضيعين بعضيكم، تمام. في وقت. بلاش نخش في الحضيض اكتر، بلاش تزنق نفسك اكتر، بلاش. انت دلوقتي النهارده 10 او 11 في الشهر تقريبا 10، لا لسه معاك 20 يوم كمان. مش هقول لك مثلا 3 ايام ماده كذا، لا، ذاكر مادتين في اليوم، مادتين، وخلي الانجليزي في يوم واللغه الثانيه بتاعتك في يوم. بلاش تخليهم في يوم واحد، ما تزنق عشان ما يخشوش في بعض، تمام. يلا نهاركم سعيد. انا كده اتكلمت عن الماني وكده، قلت كل حاجه. هحل معاك ان شاء الله، والالماني يبقى في جيبك، مش محتاج تروح دروس، مش محتاج تقعد تلف على نفسك زي الفرخه الدايخه. بقولها لك اخويا بعشم يعني، تمام. لو عندك اي حد ما تنساش تعمل لايك للبوست او للبث يعني، او اي بوست يقابلك عشان الصفحه بتوعك. عندك حد ممكن تعمل منشن، ممكن تعمل برضه منشن نقط كومنت باي حاجه، حط كومنت فاضي، اي حاجه، والله الصفحه بتوعك في حد عايز يوقعها. وعلى اليوتيوب برضه يا جماعه يبقى حطوا لايك، الله يبارك لكم. ولو عندكم سؤال ابعتولي في التعليقات. الناس بدأت او الناس بطلت تبعت. الاول كان الناس بتتابع وبتشوف الشرح، دلوقتي في ناس بطلت. بس هما ناصحين يقعدوا يقولوا لي مش فاهم، يقعدوا يقولوا لي مش عارف احل، مش عارف احل. طب افهم الشرح الاول انت تحل. يلا يومكم لذيذ. معلش بقى لو اتاخرت عليكم من امبارح. يلا سلام عليكم. بس بقى عايز اقفل بقى.